It's Always Sunny in Philadelphia. شخصية شارلي كيلي في المسلسل تقريبا ما بتعرفش تقرا وتكتب. Yeah, I have 248 hours of Interstate. interstate. Sanitation. Jesus Well, what is Christ. that? What is that? That's the guys with the orange vests who pick up trash. Oh my god. لكن في الموسم الأول كان في مشاهد الشخصية كانت بتكتب فيها بشكل طبيعي. بيعتقد الفانز إن سبب عدم الاتساق ده هو إن الشخصية بتشم سامغ وبتاكل أكل قطط، وده اللي أثر على دماغها وقدرتها العقلية. كل ده حلو، بس لو هنرجع للتفسير ده ما يفسرش التحول برضه في إن الشخصية في الموسم الأول كان شريك في البار، لكن في المواسم اللي بعد كده تحول لفراش. جيب لي حقي يا سيادة المستشار، أنا رايح عند ربنا وحقي في رقبتك. سامحيني يا حياة، سامحيني. طبعا يحسب للمخرج ان هو اهتم وعمل لقطه الانتحار، خصوصا ان في الوقت ده من 20 سنه كانت الامكانيات محدوده سواء في الخدع او في الانتاج اللي كان محدود على ايامها، ما كانش بالشكل الضخم بتاع الايام دي. لكن كل المجهود ده كان ممكن يتحافظ عليه لو ما كانوش بينوا وش الدوبلير بوضوح، او على الاقل كانوا يلبسوه باروكه عشان يداروا شعره الابيض. بيت بيتر جريفن هو من نوع كيب كاد هاوس، واللي هو بيت من دور واحد والروف بتاعه بيبقى لاعمال التصليح بس، لكن البيت من جوه مش بس له دورين، وكمان مفيش اي دليل على ان في جمالون. مسلسل البيت الكبير، او بمعنى اصح اول حلقتين من مسلسل البيت الكبير، كلها اخطاء لهجه، وبالتحديد في الادوار الصغيره. جاك عمدبك، هي عايزه تخرجك من البيت، يعني لو تجيب الطين كده ممكن نأجلوا الكلام ده. الاستثناء هو الادوار الكبيره بتاعت سوسن بدر واحمد بدير واحمد صيام، تقريبا اهتموا في المراجعه اللغويه بالادوار الكبيره بس، او غالبا ما كانش فيه مراجعه اصلا، واعتمدوا على خبرتهم من الادوار السابقه وعلى قدراتهم الخاصه. في الموسم السابع شخصيه مايكل سكات ما بتعرفش تسوق العجله، وفي مشهد بيحاولوا يعلموه ازاي يركب عجله لحد ما بيغوط في العربيه. لكن صناع المسلسل نسيوا ان هم في الموسم الثالث جابوا ان هو مش بس راكب عجله، ده راكبها جوه المكتب في حتت ضيقه، وكمان ماشي بالبطيء. اللي بيركب عجل اكيد عارف ان دي حاجه صعبه، وبتدل على ان اللي بيعملها بيعرف يركب عجل كويس. برغم ان المشاهد الخارجي في الاحداث القديمه في المسلسل كانت اغلبها بتتم داخل استوديوهات، وكان في تحكم كامل في العربيات والحاجات اللي بتعدي في الشارع، لكن في مشهد من مشاهد النور الشريف بيروح يجيب انبوبه اكسجين وعدى من بين عربيتين حادثتين. المنظر بيتكرر من شباك الاتوبيس مرتين، وهي نفس اللقطه والحاجات اللي بتعدي في اللقطتين. في الحلقه الاخيره من مسلسل الفجاله شريف منير بيفوق من الغيبوبه بعد ما تلقى خبر وفاه ابنه. مع الحركه والعياط الشنب اتحرك، وده كان واضح جدا ان الكاميرا كانت عامله عليه زوم. طبعا ضحوا بان حاجه زي كده تبان وما يجيبوش لقطه تانية من بعيد في سبيل ان هم ما يضيعوش اداء شريف منير. شريف منير حكى بعد كده في مؤتمر صحفي بعد عرض المسلسل ان الشنب وقع اصلا، وان هو كان بيحاول يداريه في ان هو يستخبى في الملايه وفي الممثلين اللي جنبه. من اللقطات اللي بتبين الطرق اللي قدام شقه جيري هنلاقي ان الحيطه اللي جنب الباب على امتداد مستوى الباب نفسه، والحيطه نفسها مش طويله، وان في طرقه داخله شمال. لكن من جوه البيت بنلاقي المطبخ اللي جنب باب الشقه داخل في نفس الحته اللي المفروض فيها الطرقه، وكمان المطبخ اوسع بكتير من الحته اللي كانت باينه من بره، وان المفروض ان الشقه بتاعته كانت تبقى لحد هنا. تشربي حاجه ساعه؟ لا مش عايزه يا فارس، متشكره. طالما وقفنا بقى دقيقه واحده على طول جايه. نرجع لورا شويه. العربيه اللي هي جايه عليه واللي هي هتخبطه في مجال رؤيه منى زكي، وهو يقدر يشوفها بوضوح في المرايه اللي قدامه. ثواني كده، ده بيبص في المرايه فعلا، بيظبط نفسه عليها، يعني مش بس سمع صوتها وبعيد عنها اصلا، ده كمان بينط قدامها. وفي اللقطه اللي بعدها العربيه واقفه اصلا وهو بينطحها بكرشه، وده بشكل ما بيموته. كمتفرج عادي شايف ان الحاجات دي كلها كانت ممكن تتحل بحاجه واحده بسيطه جدا، وهي ان لوري تانية كانت تركن ورا العربيه بتاعتهم، وده كان هيبقى مبرر منطقي ان هما الاتنين ما يشوفوش العربيه في المرايه ولا يسمعوا صوتها بسبب صوت اللوري اللي بيركن وراهم. قبل ما اقفل عايز اكد على حاجه مهمه، مش معنى اني بقول ان في اخطاء في مسلسل معين اني بهاجم المسلسل ده او بقول ان هو وحش، وفي مسلسلات من اللي قلت عليها انا شخصيا بحبها وبشوفها كذا مره. شكرا للمشاهده.